اهلا متابعين صفحه عاجل على الفيسبوك وقناه راي عام على اليوتيوب. يمكن من القضايا الغريبه والشيقه جدا واللي كلها اثاره وشيء غريب جدا ما توقعوش عقل ولا منطق. شاب بعد 32 سنه فراق من والدته يعثر عليها بعد جهود مضنيه من السفاره السعوديه بدوله مصر. لو كان حد بيحكي لي الواقع او حد بيكلمني عنها اكيد كنت اقول له انت بتهرج، ما كفايه بقى افلام هند مسلسلات الترك اللي احنا بنسمعها والكلام ده. الا ان الواقع فعلا حقيقيه وشيء كان مثير للدهشه. كان بطل الواقعة ديت هو الابن تركي السنيد. بلغوه ان والدته وهو صغير انها توفت، الا ان الابن ما كانش مقتنع بالقصة، والابن كان دائم السؤال عن والدته لكن ما كانش فيه اجابة مرضية ليه. وكانت الام بتحاول تتصل وتسأل عن الطفل لكن كانوا بيقولوا لها ان هو توفى. استسلمت الام للامر الواقع، ولكن القدر وربنا والابن كان ليهم رأي تاني. دامت السنين على تركي وهو في عمر الرابعة، النهاردة عمره 36 سنة بالتمام والكمال. كان بيراوده دايما ان والدته ما زالت عايشة وانه يبحث عنها. زوجها لما كانت الام بتسأل بيه في التليفونات في وقتها ادعى ان هو توفى بسبب الخلافات العائلية اللي كانت ما بينهم. شاب سعودي يعثر على والدته بعد فراق دام 32 سنة. في مشهد مؤثر تدمع له الأعين، تمكن شاب سعودي يدعى تركي خالد السنيد من العثور على والدته التي تحمل الجنسية المصرية بفضل جهود سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وبعد مرور 32 سنة من الفراق بسبب خلافات بينهما وبين والده أدى للانفصال بينهما. وقال السنيد أنه حرم من والدته المصرية في سن الرابعة، وكانت والدته متواجدة وقتها في القاهرة لزيارة أهلها، ولكن والده انفصل عنها وعاد إلى المملكة بدونها. وأضاف الشاب السعودي أن والده أخبره أن والدته توفت خلافا للحقيقة، وكان ساعتها تركي بيعيش مع جدته من الأب. وعندما بلغ عمره 16 سنة توفت جدته، فانتقل للعيش في كنف إحدى قريباته المسنات. ومن جهة تانية أوضح الشاب أن هو اتجوز وهو عمره 28 سنة، وأكد أنه ظل طوال تلك الفترة يبحث عن والدته بالتواصل مع السفارة المصرية في الرياض دون جدوى، فقرر مؤخرا البحث عنها في مصر. وبعدها اتجه إلى سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة لجمع البيانات المتوفرة عن والديه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر عثر على أكثر من عنوان لوالدته، فتواصل مع سفارة المملكة وأشار إلى أن السفارة تدرجت في إخبار والدته بالحقيقة، حتى تكررت جهود السفارة في ترتيب لقاء بين الشاب ووالدته لتنجح جهود السنيد في لم شمل أسرته ولقاء والدته بعد 32 عام من الفراق. وحرص على ضوء ذلك الشاب السعودي تركي السنيد إلى توجيه الشكر إلى سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة والسفير أسامة نقلي، معربا عن امتنانه لجهود رئيس شؤون الرعاية محمد البريكي ونائب رئيس السعوديين بالسفارة محمد السبيعي والجهات المعنية في مصر. فعلا يا جماعة قصة لو هنتكلم عنها ولا في الخيال. أنا لو حد بيحكي لي الواقع أقول له عم بطل تهريج بقى، لكن كانت الحقيقة وكانت المفاجأة. سبحان الله، أرادوا أن يبلغوا الأم أن الطفل توفى على بعد خلافات زوجية أدت للانفصال، والابن برضو أبلغ أن الأم توفت، ولكن كان جواه الحنين وكان جواه حاجة بتأكد له أن الأم ما زالت على قيد الحياة. في الوقت اللي فيه استسلمت الأم للأمر الواقع، ما كانش فيه جدوى هي في مصر والأب كان في السعودية، وطلقوا في مصر على أثر زيارة للأم أدت لخلافات زوجية، فعلى ضوءها اتطلقت الأم وهو عاد الأب للسعودية. ولكن مشيئة الله كانت أكبر من أي شيء. سبحان الله، ربنا يعافينا يا رب، ربنا يقرب كل بعيد، وربنا يوجد كل إنسان لضلته. في أطفال كتير بتتوه، وفي أطفال كتير بتضيع، وفي أطفال كتير ما بنعرفش عنها أي حاجة، بتبقى هالية محروقة ومكوية بالنار. ربنا يردهم لأهاليهم يا رب العالمين. قصة فعلا غريبة وواقع مثيرة. لو كنتم وصلتوا معايا آخر الفيديو فشكرا جدا ليكم على المتابعة. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.